السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم دايرين نشرح تطبيق لايت روم لتصميم الصور وتعديل وإضافة فلاتر. تطبيق ننزله متجر جوجل بلاي. بعد ما نزلنا التطبيق بهذه الواجهة ندخل عليها، ننتظر حتى يفتح التطبيق، ننتظر شوي حتى يفتح ونقعد زائد تحت صورة. هنا يفتح الصور، نختار صورة نحن عايزين نضيف عليها الألوان. نختار الصور زي ما شايفين حتى يطلع فوق. هنا تجي الرسالة، هنا تم إضافة الصور. هنا نقد all photos، هنا نقد صورة الدايرين نضيف عليها ألوان. بعد ما اخترنا الصورة نجي هنا اللايت تحت يتحكم في الأضواء زي ما شايفين تحت برضو وتحت مثل الزل و مثل شايفين. ندي اوكي تاني. نجي هنا الكلر، الألوان نتحكم من خلال هذه الألوان. مثل ده ما في تغيير، ولا في ده ما في أي تغيير. طيب نختار لون الأخضر. هنا زي ما شايفين بتغير لون. نختار التحت برضو حتى نحصل على نتائج كويسة. اوكي. وطيب نختار لون الأزرق. لون الأزرق برضو نحركها يمين ويسار حتى تدينا منظر كويس. وبعد نجي هنا نختار لون الأزرق الثاني. تغير معنا لون السماء. هنا نخلي نحافظ على لون الطبيعة، لون الطبيعي هنا كده معقول شوي، معقول. وهنا ندي داون، داون فوق هنا. وهنا نجي الخيار الثاني، هنا برضو نتحكم مثل الدوشات. الصورة هنا تدي صورة صافية، نخلي الصورة واضحة أكثر مثل الدوشات هنا. باقي التحت ما هو مهم شوي. وخيار الثالث برضو. وهنا من نصنع الفلتر. الفلتر ده نحفظه، التأثير ده نحفظه. نضغط 3 نقط كرات بيرسيت، نضغط هنا. بعد ما ضغطنا هنا نحفظه في المجموعة. نحفظ إنشاء مجموعة، نعمل مجموعة جديد ونكتب أي اسم المجموعة. نكتب أي اسم، ممكن 3 1 2. ندي علامة الصح فوق. وهنا نكتب اسم التأثير، اسم التأثير، اسم الفلتر. أو كده حفظنا الفلتر. نطلع ونضغط صورة التاني، وبرضو نضيف نفس البريسيت. هنا نضغط نفس البريسيت الصورة القبلية. شايفين في فرق قبل وبعد. يس. هنا ندي علامة الصح. وتاني صورة الثالثة أيضا نضيف نفس الفلتر اللي حفظناه. ايه صار. يس كده
ممكن تنزل في الهاتف الصور اللي عندك. هنا مشاركة سيف تو ديفيس، هنا حتى يحمل الصور في الهاتف. اوكي، ده كان شرح بتاعنا اليوم. لو عجبك الفيديو لا تنسى تضغط لايك والاشتراك في القناة والشير، وفيديو القادم بإذن الله.